أما النقطة الثالثة التي انفردت بها المملكة العربية السعودية فهي أنها الأولى التي وحدت على التوحيد. هي حققت الوحدة على التوحيد، فالقرآن والسنة ودستورها، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي رايتها، والإسلام شرعها وشريعتها، وهي الدولة الوحيدة التي تفردت بذلك في القرن العشرين وفي غيره في هذا العصر الحديث. أما النقطة الثالثة وهي التي كذلك لم يتطرق إليها من قبل، هي أنها أول دولة عربية تعلن وتؤكد عروبتها في اسمها، فسمتها نفسها المملكة العربية السعودية. وخامساً أنها الدولة الوحيدة في الوطن العربي التي اتفق عليها وضدها الشرق والغرب بأنظمتها الرأسمالية الدينية اللادينية والشيوعية الإلحادية، اتفقتا جميعاً على مهاجمتها لتتخلى عن هذا المسار، ولكنها رفضت وصمتت ونجحت. وهذا ما جعلني أقول وبكل فخر واعتزاز: ارفع راسك، أنت سعودي.